أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. الحقيقة أنا مش عارف اللي أنا عملته ده كان ستر للبت ولا خيبة مني ولا ضمان لحياتها. أنا اسمي أحمد، اتولدت واتيتمت وأنا عندي سنتين. ما شفتش أمي دي غير من الصور اللي كانت موجودة عندنا في البيت. وانتم عارفين الرجالة بقى ما بتعرفش تعيش من غير واحدة ست. أبويا يا دوبك أمي كملت 40 يوم على حسب ما أنا سمعت، وراح اتجوز واحدة. قال يعني علشان تخدمني وتخدمه، بس الحق ان هو كان جايب واحدة لمزاجه، ودي طبيعة اغلب الرجالة. المهم شفت معاها المر لما بدأت ان انا افهم واتكلم وابقى واعي. ما كنتش بعرف اعيش معاها، ست صعبة وما كانتش بتفكر الا في نفسها. لا عايزة تأكلني ولا عايزة تشربني وبتعاملني أسوأ معاملة. وساعة لما ابويا يجي لازم تسمعه الشكوى كده طالعة منها. وابويا طبعا علشان يلم الدور معاها كان بيريحها ويسمع كلامها. ايوه طبعا، اهم حاجة هي، وبالنسبة له هي كل حاجة. انا ايه يعني ولا حاجة. وبعد شوية خلفت منه وبقت تأكل العيال اللي هي مخلفاها منه، وانا لا. انا الاكل البايت، الاكل البويظ، الاكل المحروق. تروح تجيب لعيالها احسن لبس، انما انا لا. وابويا ساكت، ما انا ماليش أم تهتم بيا ولا تدور عليا. علشان كده كان بيكبر دماغه، وأهم حاجة إن الست مراته تبقى مبسوطة. عدت الأيام والسنين ويدوبك خلصت الدبلوم بتاعي بالعافية، لأن هو اللي كان في دماغه يعلمني ولا غيره. بس أنا قضيته خلاص. وبعد كده دخلت الجيش، وبعد ما دخلت الجيش وخلصت حسيت بقى إن أنا بقيت راجل، وإن أنا ممكن أعتمد على نفسي. وبصراحة كنت مطمن ومش في دماغي أي حاجة. أي نعم أبويا كان بيستخسر فيا اللقمة وأي هدمة وأي حاجة، بس أنا كنت مفكر نفسي إن أنا هقدر أصلب طولي. وملحقتش. أول يوم ليا بعد ما خلصت الجيش بتاعي، وكنت فرحان زي أي حد مخلص جيشه، روحت البيت ولقيت أبويا لمملي شنطة هدومي وحاططها لي ورا باب السلم. استغربت وقلت له في ايه؟ قال لي بص يا ابني، من الآخر كده، المكان بقى ضيق علينا وانت بقيت شحط وراجل وما ينفعش تعيش مع مرات ابوك في نفس الشقة. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني ارض الله واسعة، واتكل على الله، انت شق بقى طريقك وانت ايه بقيت راجل وتقدر تعتمد على نفسك. رغم ان انا نفسي كنت بقول لنفسي كده، بس لما جت من ابويا لقيتها تقيلة قوي عليا وصعبة. قلت له طب يا بابا انا هروح فين دلوقتي؟ قال لي والله ما اعرفش، حتى فلوس ما ادانيش. طلعت واخدت شنطة هدومي وقفت في الشارع مش عارف اروح فين ولا اجي منين. انا معرفش اي حد ولا ليا اي حد خالص. مش عارف ده اب ايه ده، انا عملت له ايه ولا اذيته في ايه؟ فكان في واحد جارنا في الشارع، وانا كانت نفسي عزيزة قوي، ميل عليا وقال لي مالك يا واد يا احمد فيك ايه؟ قلت له لا يا عم، ده انا بس مسافر شغل وهسيب بقى البيت هنا مع ابويا واتوكل على الله. انا خلاص كبرت وبقيت راجل. قال لي يا ابني انا عارف ان ابوك برضو يعني معاه واحدة ست وست جامدة، وطبعا انت عارف انت شاب بالنسبة لها، اكيد يعني مش هتبقى عايزاك تقعد معاها في البيت. والله يا ابني دي اسلم حاجة ليك ودي احسن حاجة ليك، بدل ما يحصل مشكلة ولا حاجة. اتوكل على الله انت واشتغل، وده افيد لك. كان راجل كبير يعني كبارة، فهو حس ان انا وشي كده يعني ما يتفسرش، او هو مش فاهم فيه ايه، يعني هو فيا حاجة بس هو مش عارف هي فيها ايه. ففكر ان الموضوع موضوع فلوس، فراح مد ايده في جيبه كده واعطاني 500 جنيه وقال لي خد يا ابني، خد دول، وانا والله العظيم معيش اكتر منهم، ولو اقدر اديك اكتر من كده دلوقتي كنت اديتلك. انا عارف ان انت مش هتشتغل على طول ومش هتقبض على طول وهتحتاج حبة وقت،
وخلي الفلوس دي معاك، وشوف انت هتسكن ولا هتعمل ايه في المكان اللي انت رايحه ده، عبال يعني ما ربنا يسهلك الحال. طب انت هتشتغل فين؟ قعدت كده اتلجلج في الكلام واخترع له اي حاجة. ما انا مش عارف اقول له ايه، ولا اقول له ان ابويا كرشني وانا اصلا ولا رايح اشتغل ولا غيره. خدت الفلوس منه بصراحة واعتبرتهم دين، لان انا فعلا ما كانش في جيبي غير 10 جنيه. وركبت الاتوبيس وانا مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين ولا هعمل ايه. وفي نفس الوقت وفي نفس الاتوبيس لقيت واحدة ست كده تحس ان هي مش من هنا، يعني تحس ان هي حاجة كده شاذة وسط الاتوبيس. ريحتها برفان حلو قوي وشكلها حلو ولابسة نضارة وعاملة فول ميك اب كده، والست ايه يعني شكلها كبير بس مهتمية بنفسها، مطلعة كده قصة من تحت الطرحة وصبغة شعرها، تحس ان شكلها كده انضف من المنطقة ومن كل الناس اللي في الاتوبيس. وكانت قاعدة جنبي، لقيتها عمالة تبصلي كده كل شوية وانا اصلا مهموم ومش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. لقيتها بتميل عليا وبتوشوشني في ودني وبتقولي: مالك يا ابني، فيك ايه؟ بصيت لها باستغراب وافتكرت امي الله يرحمها، هي ممكن تكون في نفس سن امي. فقلت لها مفيش ولا حاجة، وقالت لي: عادي يا ابني، اتكلم ودردش معايا شوية وقولي ايه اللي فيك يمكن افيدك، شكلك كده زعلان تعبان متضايق في حاجة وفي هم كده جبال على كتفك، قولي وفضفض معايا. عارفين لما تبقوا نفسكم تشوفوا حد ما تعرفوهوش ولا يعرفكم علشان تحكوا لهم كل حاجة عنكم؟ ده نفس الإحساس اللي جالي ساعتها. قلت لها: أنا اسمي أحمد، ورحت مفتوح بقى وحكي كل حاجة. وهي بتبصلي بصعبانية وكل شوية تطبطب عليا من تحت لتحت وتقولي: يا حبيبي يا ابني يا ضنايا معلش، أنا مش هقولك اعتبرني أمك بقى، لأ، أنا اعتبرني أختك الكبيرة. وقعدت تضحك وقالت لي: حل مشاكلك كلها عندي، ما تشغلش بالك خالص، انا هقصدك في خدمة، وخدمة قصاد خدمة. قلت: يا عالم، يمكن فعلا يكون ربنا بعتها ليا نجدة، ما انا ماشي على الله ومعرفش انا رايح فين ولا جاي منين. قالت لي: انت بس انزل معايا وما تشغلش بالك بحاجة وسيبها على الله وعليا. الست دي لابسة دهب ولابسة لبس يعني فخم كده، وماسكة شنطة حلوة وجزمة حلوة وماشية شياكة كده بصراحة. نزلنا فعلا المنطقة اللي هي كانت هتنزل فيها. مشيت معاها شوية وراحت جابت شوية حاجات من السوبر ماركت كده وحاجات يعني وظبطت الدنيا، حاجة ساقعة وظبطت الدنيا وأكل وجبن وكلام من ده. وبعدين لقيتها واخداني على البيت اللي هي قاعدة فيه. دخلت خبطت في بنت، فتحت لها. البنت شكلها هادي قوي، يعني تحس ان هي شابة صغيرة بس ولا مهتمية بنفسها ولا اي حاجة. الست الكبيرة دي هي اللي مدلعة نفسها على الآخر. دخلت وقالت لها: خدي يا بنتي الحاجات دي وشيليها جوه وانا معايا ضيوف، تعالى يا احمد، تعالى يا حبيبي، اتفضل ادخل. بعدين فتحت لي اوضه بتاعت صالون كده، صالون مذهب، مهوش جديد ولا حاجه بس المكان نضيف وريحته حلوه قوي. دخلت وقعدت ولقيتها قامت غيرت لبس البيجامه كده ماسكه عليها، وراحت جايه بقى وطلعت يعني طلعت الطرحه طبعا، قلعت الطرحه والنضاره وشفتها وليا زي القمر. بس انا والله ولا بصيت لها ولا اهتميت بيها، يعني انا بكلمها وبتعامل معاها على سنها، ان دي ست كبيرة وفي مقام امي. بعدين دخلت عليا: ها يا احمد، موافق على الاتفاق؟ فانا قلت لها: طب قوليلي الاول الاتفاق اصلا ايه، انا مش عارف انت بتتكلمي على ايه. قالت لي: بص يا ابن الحلال، انت شكلك غلبان وانا برضو بنتي غلبانة وبنت حلال، اللي فتحت لك الباب دي تبقى بنتي واسمها هند. وفي واحد يعني مش عارفة أقولك إزاي ضحك عليها وكانت بتحبه، والولا غدر بيها، وبعد عملته معاها
سافر، ومن يومها وبنتي دبلانة زي ما انت شايفاها كده. انا عايزاك تستر عليها وتتجوزها، ومش عايزة منك اي حاجة خالص. انت مش لاقي مكان تقعد فيه ولا لاقي حد يساعدك في حاجة. انا هعمل كل حاجة، فرش، مصاريف، كل اللي انت عايزه، انا في رقبتي. بس ان انت تتجوزها وتستر عليها، علشان شكلها. ولو انت مش عايز تعيش معاها بعد كده وعايز تمشي، ولا لقيت لك شغلانة ولا لقيت لك حاجة، اتكل على الله ومش هقولك اي حاجة. الصراحة البنت أثرت فيا، شكلها أصلا وهي يعني بتاخد الحاجة من أمها وبتدخلها. استغلبتها قوي وتعاطفت معاها. حسيت إحساس كده غريب ناحيتها، بإن باين عليها كده فعلا منكسرة وكويسة. قعدت أفكر، مش عارف إن أنا أقدر أعمل كده ولا لأ. البنت صعبان عليا وكل حاجة. وبعدين هي قالت: وانت بتفكر في ايه يا أحمد؟ انت عندك حتة تروحها؟ قلت لها: الصراحة لأ، أنا نازل وربنا الأعلى وأعلم. ولو انت ما فتحتليش بيتك، أكيد أنا هبات في الشارع أو في الجامع، أو هبات على قهوة، أي حاجة من الحاجات دي. قالت لي: يا ابني، مصير الفلوس اللي معاك تخلص. فأنا كنت عايزة أعرف هي جايبة الفلوس دي كلها منين. وعمالة تكلمني، رغم إن كلامها يعني قالت لي إن كان جوزها موظف. فمنين بقى فتحة الصدر دي؟ وهجيب لك وهعمل لك وهشغلك وهخلي لك واسوي لك، منين كل ده؟ فسألتها بصراحة علشان كنت عايز أفهم. قالت لي: بص يا ابني، أنا مش بعتمد على معاش جوزي ولا الفلوس والقرشين اللي كان سايبهم لي. أنا ست دماغي توزن بلد. أنا بشتغل. فقلت لها: بتشتغلي في إيه؟ قالت لي: بشتغل سمسارة، يعني ساعات بتوسط في بيع أراضي، في بيع بيوت، في بيع شقق، وباخد نصيبي. وده شغل حلو قوي، لأن أنا ليا علاقاتي مع ناس كتير، مصاحبة وبكلم طوب الأرض. علشان كده أنا معروفة قوي في المنطقة هنا. واسأل عليا، قول مدام فوقية بس، وألف مين هيقولك عليا. وغير كده مكذبش عليك، بساعد الناس ساعات بفلوس يعني. لو حد احتاج يعمل مشروع، يروح ياخد كارد، أنا بسهله الدنيا، وكله يعني بوصولات أمانة. فقلت لها: طب وهو ده عادي؟ قالت لي: اه طبعا، أنا ست مفتحة وبتاعت شغل، والسوق يا ابني ما بيفرقش حد. المهم إن أنا ماشية دوري، ومحدش يقدر يضحك عليا. هضمن نفسي ازاي وهضمن فلوسي ازاي الا بوصل امانة؟ المهم فهمت دنيتها وعرفت ان هي ست جامدة فعلا. بس انا دلوقتي بقى كل تفكيري انا هروح فين. فبصراحة قلت لها: طب خلاص، اديني مهلة افكر. قالت لي: على العموم خليك هنا في اوضة على السطح، هتقعد فيها عبال ما تشوف نفسك. ايه، خلاص طلعت الأوضة ولقيت